اهلا بيكم. انا اسف يعني لو خضتكم في اول حلقه يوتيوبيه من بودكاست اشتري مني. هذا البودكاست انتاج ذا بودكاست برودكشن. نسمع سقفه من جميع العاملين حتى في بودكاست برودكشنز اللي موجودين ورا الكاميرات عادي. قال لك هذا البودكاست انت القناه الثانيه. انا طالع اعمل ايه طيب؟ لو انت اول مره تشوف الاشكال دي فاهلا بيك. واحنا محبوسين يا اسطى ماشي يعني ما عشان حد لو اتعرفت على حد يعني طب عرض لو قدامه طبق لحد يعني. بودكاست اشتري مني، وبودكاست موجود بقاله 3 مواسم على المنصات الصوتيه كلها، انغامي، سبوتيفاي، كل ده يعني موجودين عليه. 46 حلقه تقريبا لو انا مش 46 انا ما بعدهمش الصراحه. واليوم هي اول حلقه حرفيا بجد ده بجد. واليوم هي اول حلقه من المشروع اليوتيوبي ان شاء الله. ان شاء الله يكمل بقى. باذن الله يعني ان شاء الله يكمل، ما يحصلناش اي عواكس. باذن الله ان احنا والله عملنا التجربه دي كتير وفشلنا زي ما قلنا قبل كده. اخرهم حرق يعني، اخرهم في حاجه اتحرقت مننا، فاهم؟ الحمد لله. بس فلو انت الحلقات بتاعتنا هتبقى موجوده هنا على اليوتيوب، وهتبقى موجوده كمان على المنصات الصوتيه لو انت مش حابب برضو تشوف المناظر يعني. والاوبشنين معاك. واحنا جينا واحنا طالعين بحد السيف يعني يعني احنا طالعين على الناس عافيه. لا بس يعني ما ابدي سيب له الاختيار وقدرني المشاهد يعني. الاختيار بتاعه عشان خاطر ايه يبقى مبسوط اكيد. فاهلا بيكم في اولى حلقات اشتري مني على اليوتيوب، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين، عيد سعيد فعلا. بكره العيد وهنعيد ان شاء الله، وهنذبحك يا شيخ سيد، يا خروف سيد بقى. عندنا الشيخ سيد، احنا كان عندنا. طب تيجي نتناقش في الموضوع ده بعد الانترو نتناقش في القصه بعد الانترو. طب ناوينهم الانترو كده وانت واقف. اشتري مني لو فيك مني، لو تسمع تعرف بس لمة نادي زيك بالملي بالظبط، فاهم؟ هنونس بعضينا ونحكي وهي ضحكة تسمع وبتعلي، ما انا شبهك اصلي وتشبهني. يلا بينا السكة معاك بتسمعنا، تحس انك ما بينا حلقات ورغيك معنا، ما انت خلاص واحد منا. 3 شلة واصحاب ضحكة لما بصوت، قاعدة بس ناقصاك، قاعدة بس ناقصاك، والله ناقصاك. احنا بكره العيد وهنعيد قلت لي هو ايه؟ احنا بكره العيد وهنعيد. احنا عندنا وهنذبح الشيخ سيد. عندنا الموضوع المنطقه كانت متطرفه شويه. هنذبح يعني اي حاجه. ودول بيذبحوا الخروف، ففي حول في الموضوع. العيد فطر هيذبحوا له خروف. بس بكره عيد وهنعيد وهنذبحك يا خروف سيد. انا اعرف يا خروف سيد كمان. طب ما تجيبوا خروف وتذبحوه وتضحوا انتوا. او ده كان النسخه المعدله الصديقه للبيئه يعني. نذبح الخروف بقى الطف يعني، اللي مش عنف اللي اتذاعت على التلفزيون المصري بقى. نذبحك نذبح الشيخ سيد ونحطك في القروانه وننزل فيك بالخرزانه. ايه ده؟ بس بقى ده دي كانت تكملتها. والله اختلاف ثقافات. انا بالنسبه لي هي الكروانه كانت. طب خلينا في الراجل اللي بيتضرب في القروانه ده. انا اشوف الموضوع. في واحد مموتينه ضرب في بتاع، مش مهم اسمها ايه، عايزين نخرجه الاول بس. يعني خلينا نخرجه. انتوا تضربوه جوه ليه؟ طب بتحطوه جوه الاطار يعني عشان يبقى والله يعني مش انا اللي كاتب يعني، مش انا ولا حد من اصحابي اللي كاتبين. ايمن بهجت القمر، ده كلمات ايمن بهجت القمر. ده هتلاقي حد فاهم نزل اغنيه العيد بتاعت كلمات اضرب بهجت القمر نفسه. اغنيه العيد بتاعت بكره عيد وهنعيد ماي ليتست وبتاع ليريكست على ياسين. سبيشال ثانكس تو الحاج سيد انه اتضرب معانا. الحاج سيد زتيم كوافير الحاج سيد بقى وبتاع السائقين وبتاع. الناس اللي جابت الخروف بتاع الحاج سيد برضه عشان ده ميزانيه تانية. ايوه دي حاجه. انا خرجت بره الكادر جبت ميه وجيت. لا ما تبرئش نفسك. هم كانوا دلوقتي قاطعين وانت بتجيبوا كانوا قاطعين على خلي بالك. احنا مش متعودين برضه يعني. احنا عارفين الناس. استنى نخرج بره الكادر جدا. احنا قعدنا سنتين بنسجل، بنعمل كل الموبقات واحنا بنسجل. نفتح التليفون وبنفتح مواضيع وبناكل شيبسي وبتاع. اكيد شفت في التيزر يعني. احنا كنا بنعمل كل حاجه في الدنيا. انا عادش بقى. طب اقول لكم على سر. انتوا عارفين ان 60% من الحلقات ما كانش 70 80 مثلا. عبد الرحمن في نص الحلقه بيقول لنا كمل، وبيقوم يخش حمام ويرجع على الكيو. يعني يرجع عبد الرحمن في سبوتها دي. خلي بالك هي صعبه فعلا. والله العظيم. يرجع يقول جيمي بس انا مختلف معاك في النقطه. هو بيرجع يختلف ان هو في الحمام ودنه معانا لسه. يعني مش بيرجع يخش يركب معانا هو يا شباب. لا هو بيرجع يركب. لا بس انا مختلف، بس انا عندي وجهه نظر. ايوه بصوا، اي وجهه نظر عبد الرحمن كان بيخش كده بيبادر بيها، كان بيربط الحزام ساعتها. اسمعوا مني والله. عشان خاطر لو صادمه ولا حاجه محتاج تربط وجهه نظر صعبه يعني. قول اراء شائكه او حاجه، فلازم نامن يعني قبل حزب برضه قال حاجه مخالفه لقواعد المجتمع، الارباج يفتح في وشه مثلا. انت كان عندك ايه؟ طب انا اللي اعرفه هو موضوع على غرار بكره العيد وهنعيد ده. اعرفها كده
كان في حاجات زي كده يا في العيد كحك يا بقى. كحك العيد يا احنا يا بسكويت يا احنا. يعني ايه بقى ده يا حد يعني؟ فينا هيعيد يعني ما هو يا كحك العيد يا احنا يعني أيوة. حد فينا هيصحى الصبح يعيد لكن مش هينفع احنا الاثنين. لا بس هي مش ده المغزى، انا مش عايز ابوظ لك الهزار بس مش ده المغزى. إيه ده بقى؟ بوظه هو- عادي بقى، ما انت خلاص هتبوظه اهو. انت جاي تهزر اهو. ماشي. يا كحك العيد يا احنا دي كورس اللي هو يا احنا كحك العيد، احنا كحك العيد، احنا مسكرين زي كحك العيد يعني. يا بسكويت يا احنا، يا شربطات يا احنا في اتخضيت الكوبايات. فشخ. يا شربطات طلعتها غلط. يا شربطات دي بقى يا اتخضيت. شربطات يا احنا وبتاع. بس لا، مش- انا عامه انا الناس اللي اول مره تشوفنا واول مره تسمعنا، انا متربي في منطقه شعبيه وكان كل حاجه عندنا ليها اغنيه، كل حاجه بجد. طب غنوا انتوا وانتوا داخلين عارفين حمام. ان خسوف القمر كانوا بيغنوا له؟ قالوا له ايه؟ يعني كانوا بينزلوا بالحلل الناس اللي من المناطق يخصف القمر يا الشعبيه. احنا برضو. القمر بيتخسف ليه ده اللي كان بيجيبوا الحلل، لازم يجيبوا غطيان الحلل. والله العظيم هيبقى فرح هعمله عندنا في البيت لو حد في كومنتات اليوتيوب دخل قال لي كنا بنعمل كده واحنا في منطقه شعبيه. اللي بيعمل كده في 2023 انا مستني الكومنتات دي. والله العظيم كان يجيبوا غطيان الحلل ويقعدوا يخبطوا بيها. قال يعني كده ايه، هم كان في دماغهم ان كده القمر مخنوق، يعني مش مخنوق بنطبل له. هو كان الاغنيه فيها هذا مش عارف كلمات ايه الاغنيه؟ بررهاش. طب لا ما بررهاش صحيح. ايوه ما انا بقول لك مش فاكر كلمات الاغنيه بس القمر مخنوق والنبي سيبوه حاجه كده يعني. سيبوه. فهم بيطبلوا للقمر على حلل من الجماليه عشان يبقى هو تمام. عشان لا فهمت حاجه. خلي بالك ده فهمنا حاجات كتير قوي عن الاي كيو بتاعك. ايوه بتاعي برضه وبتاعك برضه بالتبعيه. ايوه بس لا والله هم كانوا بيغنوا كده، ما كنتش بغني معاهم. كنت شغال معاهم ليه؟ عشان مش مقتنع ولا مش حافظ؟ عشان ابويا ما كانش بينزلني بس يا ساتر يا رب. دي الفكره يعني. القمر مخنوق القمر مخنوق. لا بس هي عاده 5 عدو عشان القمر مخنوق. دي اوقع يعني، والله دي اوقع. ده حد من الناس اللي كاتبها. ناس على تويتر فاهم شويه هدوء عن القمر مخنوق. لا ام كلثوم بالليل يا ليله العيد. وصفاء بالسعود اهلا بالعيد. بحب يا جماعه انا الاغنيه للاسف في حاجات كده اللي هو لازم اسمعها عشان اعرف ان انا في العيد تمام، بس هي مزعجه بقى يعني بالنسبه لي. انا عايز اقول حاجه دلوقتي. انا ممكن ابان دلوقتي جيمس كورنيلا ده اللي هو بتاع الكاريكاتيرز بتاعت الفيسبوك ده اللي هو بياكل ايوه حاجات دمويه جدا. ايوه عارف. انا بكره جدا صوت الاطفال وهو بيتغني. انا اسف عشان هما ما بيغنوش، عشان الدنيا فاهم. انا بكره ايوه ما بيغنوش، هما بيجعروا وما اعرفش ايه كان يعني. بس مبسوطين يا كابتن، بس يبقى اطفال طبعا ايوه ماشي حلو، بس لما يبقوا 14 طفل بيجعروا في مايك والشيخ واقف جنبهم مبسوط ليه؟ ايه ده؟ لحظه لا انا قصدي في الاغاني لا في الاغاني العاديه. لا ده موضوع تاني بقى بتاع ان انت تسيب المايك اوبن مايك كل واحد معاه 5 اوبن مايك اول يوم العيد الصبح يا شباب في الحصر ان شاء الله. لا بس صوت الاطفال بتغني. لا بس انا ما افتكرش سمعت اغنيه فيها صوت اطفال. اهلا لا انا مش بتضايق منها تماما، مش بتضايق منها مش بتضايق منها خالص، بكرهها قوي والله العظيم. لا بتزعجني يعني ممكن اسمعها اول مره بس عشان خاطر ايه العاده ان احنا دلوقتي في العيد. خلي بالك انت عمر ما حد بيشغلها عن قصد، هي بتعدي. صح ده حقيقي. اصل مين بيخش على الساوند كلاود يكتب او على ايا كان، هي اكيد مش على انغامي. مين بيكتب صفاء ابو السعود عامه يعني؟ ايه مين بيكتب صفاء ابو السعود عامه يعني؟ مش لازم بس صفاء ابو السعود دي كانت في فتره ساعه صف ملهاش علاقه. شكرا يا كابتن. ماشي انا عارف صفاء بتاع RT انا عارف ده، بس انا بتكلم دلوقتي مين بيخش يعمل سيرش على حاجات صفاء ابو السعود؟ لا دلوقتي مفيش طبعا، ده بيقول لك الشيخ منصور اسمه الله يرحمه، هو الشيخ اسمه ايه مش عارف اسمه ايه بتاع RT. هو ده الله يرحمه هو اللي بيخش فعلا. الله يرحمه بيخش يسرش فعلا. بس دي حتى كانت مراته كانت قاعده معاه في البيت هيعمل عليها سيرش، اللي ممكن يعمل عليها سيرش في الشقه اللي هو فين صفاء ابو السعود دلوقتي. ده اللي انا اعرفه. انا عرفت المعلومه وانا لما كبرت يعني. ان الشيخ بتاع مش عارف ايه بتاع RT جوزها. امال هو هينتجوا لها ليه طيب؟ يعني بجد لو مش جوزها هينتجوا لها ليه يعني؟ لا بس انا كنت بحب صفاء ابو السعود يعني لحد في دلوقتي لحد دلوقتي في لقاء كده كل فتره بينتشر بتاع صفاء ابو السعود ومريم فخر الدين. ووحيد سيف. لا ايه ده؟ وحيد سيف لما كان بيتكلم مع محمود المليجي ان محمود المليجي كان نصاب في الكلام. لا ما كانش نصاب في العادي في ما بينهم يعني. لا مش نصاب برضه عشان ما البسش تهمه، بس اللي هو كان بيقول كان بيقول الكلام وبقه مقفول ويروح يدبلجه عشان ما يتعبش في الدوبلاج. لا يعني يروح يدبلجه بقى بالنيرف ويقول عادي جدا.
ايوه يعني هو بيقول دلوقتي بيمثل عادي جدا مفيش اي حاجه ومتضايق وبتاع والله في ممثلين بتمثل كده عادي وتروحش الدبلاج تعمل حاجه بالظبط ويروح يعني الدبلاج بقى يحط النيرف بتاعه لان زمان كان زمان الناس اللي ما تعرفش انا دايما حابب ابص للكاميرا كده عشان اقول لهم معلومه زي كده الناس اللي ما تعرفش انت بتحقق كان خط الصوت احد اهم طموحات حياتك اللي هي ايه انك تبص للكاميرا كده. ايه ده؟ لا انت شخصيا لا مش في دماغي اصلا يعني مش يا جدع الشهره مش غير الشهره لا مش شهره بس انت بحب ابص الكاميرا انا بس عادي على فكره عادي انا عارف ان عادي بس انا مش بحب اعمل كده بس انت انا سرتي مش حاجه مش قصدك ميسور لا بس انا اتفاجئت ان الفيلم كله كانوا بياخدوا الصوت لوحده ده ايه ده يا كابتن والصوت والصوره لوحدها اتفاجئت زمان بيبان في اللونجات يبان في اللونج تسمع مثلا 2 رايحين يركبوا عربيه وبيتكلموا في موضوع وانت مش شايفهم هم رايحين بيتكلموا في موضوع مثلا او العربيه ماشيه من فوق الكاميرا جايبه العربيه ماشيه من فوق كده وانت مش وبيتكلموا فانت مش شايف جوه ايه اللي بيحصل. ايوه انا مش فاكر سالت السؤال ده مش فاكر بمناسبه التلفزيون في العيد برضو يعني انا في لسته من الحاجات كده اللي هو يا جماعه طب انتوا كنتوا بتعملوا ده ليه يعني انت عندك انت انا اللي هو وجهه نظري يعني انت عندك انا ما اعرفش انا بحب اشوف العيال كبرت مهما ادمت يعني بحب اشوف كده العيال كبرت لازم العيال كبرت في مسرحيه ممكن اتفرج عليها كلها اصل ايه لحد الحته يعني الاخيره بتاعت سعيد صالح اللي فيها دراما وبتقفل بحبها جدا تمام مدرسه المشاغبين لحد مش كلها طبعا شويه الضحك اللي في الاول دول وتمام وبتاع يعني بعد كده انا عايز خلي بالك برضو ما هو انا هقعد اضحكك نص ساعه بعد كده طاقتي انا هتقل مهما كنت بعرف اضحك يعني مثلا لا دي مسرحيه لا الممثل ايوه بس لا هي المسرحيه كانت بتبقى يعني هكملها للاخر لو بحضر في المسرح انا بتكلم على هم لكن هي خلاص بتقفل هم في الاخر حتى يعني انا بلاحظ في مدرسه المشاغبين ان في الاخر هم بيفيدوا برضه ايوه عشان المسرحيه بتقفل ايوه انا عارف فخلاص بقى بنخف الضحك بنلم بقى خلاص ده بيحصل في اي مسرحيه أيوة. بس العيال كبرت اتفرج عليها للاخر ايزي. انا عايز اضيف بقى للمجتمع ضيفه صح ودي انا ممكن اكملها برضو انا بحبها جدا ومش عارف قلت ده برضو شارع محمد علي لا كان انا استغفر الله على باندا ذنب عظيم ليه شارع محمد علي جميله فشخ وحيد سيف مكسر الدنيا وحيد سيف ومنتصر بالله مسرحيات بقى اللي اسمها واحد مجنون والتاني امون وبتاع لا خلاص بقى ماشي ده بنجري لك ما بتعرضش اصلا. انا حكيم عيونك حكيم عيون جميله الصراحه ايوه دي مسرحيه مش فيها افات كل مره بشوفها والله العظيم. حكيم عيون دي حجاج عبد العظيم عامل مسرحيه لوحده اللي هو كان بيطلع يضحك لوحده شويه الناس وبعد كده شوف بقى هتخشوا تقولوا ايه فاهم يعني لا على وليد دي وعلى وليد دي لا لان انا اخش الحلو في الفرندا شاورني بس كده مفيش حاجه بس لو اي حد تاني قال مش هتضحك لا اي حد تاني دخل قال لك ده استغفر الله العظيم يا رب نسيت الكولونيا بتاعتي بقى بس على وليد دي بس اللي كان بيضحك من الحته دي بس بس يعني دي الحاجات اللي بشوفها في التلفزيون مثلا في العيد وبتاع انما الافلام اللي بتعرض لاول مره يا كابتن زكي شان لا الافلام اللي بتعرض لاول مره على روتانا سينما زكي شان جديد على روتانا سينما اول مره عرض اول ميدو مشاكل عرض اول على عرض اول ميدو مشاكل ده يا نهار اسود منيل انا بحب ميدو مشاكل انا ما من الافلام المفضله يعني انا بحبه برضه مع انه بقى فيلم مظلوم في مسيره احمد حلمي في حاجات عملها بعد كده غطت عليه بس انا بحب بس في افلام حلاوتها بتزيد عشان الميمز مش عشان هي حلوه قوي بس ميدو مشاكل من كتر ما هو حلو انت ما خدتش بالك من الكوارث اللي كانت بتعملها شيرين ايه زي لا ايه زي لا بس لو انت متابع جيد يا كابتن هتعرف ان الوقت ده شيرين طلعت قالت ان هي مش مبسوطه من الفيلم ومش مبسوطه من ادائها ومش همثل تاني وتقريبا الطريق ده كان تلاجة برضه يعني كان في قسط حاجه بس الطريق عملت مسلسل حلو والله يا كده على التقيل والله عملت الطريق ده اللي مغنيه فيه كده يا قلبي كده يا قلبي طيب دي اغنيه لا عارف ايه يا عم اغنيه جميله مش حاجه يا عم فيعني لا الاغنيه دي تخليك تتفرج على مسلسل مش الدرجه دي يعني والله اتفرج على المسلسل بس انا اتفرجت على شويه حلوين منه يعني المسلسل موازي منه بقى بتاع بعديه بتاع ياسمين صبري بقى ياسمين صبري كانت طالعه في المسلسل دي فانا عامل واحد منه بقى تاني كانوا يقولوا لي معاكم انتوا واقفين كده مسلسل بتاع ايه اسمه ايه والله ما اعرف بس كان في مسلسل كان مسلسل ما بتاع ياسمين صبري ده من سنتين ياسمين صبري اصلا هو انا اللي متفاجئ ببطولتها لبعض المسلسلات لحد دلوقتي اسمها ايه ريهام حجاج ده اخوها يعني عايزين ندور ورا الموضوع ده نشوف ايه اللي حصل ما هو مش لا هو واضح للجميع هو واضح للقاسي والداني طب وبعدين نفس فكره نفس فكره بالظبط هي باكج كده طب وبعدين
ما هو بعدين لحد امتى؟ هيباركوا على النجاح، يفضلوا يباركوا لبعض على النجاح ونزلوا الصوره بتاعت النجاح دي وبتاعت التورته الكبيره دي. والله العظيم مبروك مسلسل حرام الدقيق والله. عارف انت لما امك تعمل الاكل اي اكل تقول لك هو مش ده فيه لبن وسكر ودقيق وخرا ومش طب ماشي مش حلو ما تتاكلش يعني انا اكلها عشان القيمه الغذائيه يعني ولا اكلها عشان حرام يعني عشان البادجت كلها عشان البادجت بتاعت البيت كله في الاكل ده انتاج ده ومش ده اللي فيه لبن وسكر ومش عارف ايه فهو ده اللي غير. لا ما انت كونتيهم وعملتوهم وحش يعني انت معاك المنتج سيء في الاخر، معاك احسن لعيبه ما عملت بقى تشكيله زي الخر ونزلت خسرت. لا بنيس ان كلها اكراما للمنتجات بالظبط. دي حاجه من الحاجات الغريبه برضه. لا ده حسبي الله ونعم الوكيل يا كابتن، ده مش حاجه غير. طيب عوده للموضوع المناسبات ده، عشان انا بصراحه شغلني قوي اتكلم في قصه اغاني المناسبات. انا بحب اغاني المناسبات فشخ الصراحه. طب انت كان عندك ايه تاني في المنطقه غير ان انتوا بتغنوا للقمر، لخسوف القمر، بتغنوا للبراكين والزلازل وكده؟ البركان بيلعب ليه من حلاوه ابني عليه؟ البركان بيلعب ليه وانا نازله تدل عنا الحمم؟ طب يعني منتهى يعني مظبوطه يعني ما تقالش ليه. اشرب العصير يا كابتن، اشرب العصير. كانت فين استاذ محمود سعد؟ استاذ محمود سعد طبعا، يا نهار ازرق. اصل انا فاكر انه كابتن شوبير كان بيقول حاجه زي كده. لا كابتن شوبير كانت تقر وتعترف، اللي هو شبه بتاعه التموين ده اللي هو اخضر فاصفر. تقر ايوه. لا احمد استاذ محمود سعد كان في البرنامج بتاعه كل لما يلاقي القعده سخنت والضيف بدا الدنيا فاهم يقول له اشرب العصير زي جوارديولا كده، هدي الدنيا اشرب العصير هدي الدنيا كده، عشان ايه السؤال اللي جاي انا احمل اللي فات كله. فمين اللي ريقك يعني؟ موضوع جوارديولا ده شاغلني فشخ. بيشرب كميه ميه زي ما بيقعدش يخش حمام بجد والله في عز البرد. هو تقريبا بس ده موجود في استاد القاهره، ما اعرفش موجود في كل حته ولا لا. ان في حمام تحت كده اي ما هو كده في حمام سلم ده كده يا حبيبي. ما هو كده في اوضه الملابس في حمام. انت قصدك على اوضه اللبس ولا قصدك على حمام؟ اوضه اللبس اقرب منها. ايوه ماشي، ما قلتش في حمام فرعي كده. هيعمل ايه طيب؟ هو ما بيسيبش الماتش، هو بيشرب ميه من التوتر، هو بيشرب ميه عشان يخش في جوان بيخش في جوان. يبلع بجد. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ الاغاني بتاعت البركان. انت كنت عايز تتكلم عن اغاني مناسبات. يعني مش حصري على المنطقه عندنا يعني، ان هو بس هو الشعب المصري والله العظيم بجد من قديم الازل يعني. مش عايز اديها حته ثقافيه، ثقف نفسك وبتاع، بس فعلا ثقف نفسك. انا ماليش دعوه. انا اشرف طبعا عضو فريق ذا إليت. هتقولوا كل شويه كده نفتكر حد من اصحابنا وممثلين عليه عشان دي حياتنا العاديه. خدوا على كده يعني. ايوه كمل بس هتلاقي ده ثقف نفسك ده اول مره سمعتها. ايوه هتلاقي ان مثلا طب خد دي بقى. انت عارف عشان ما اجيبهاش هو في المنطقه عندنا، عشان ما اجيبهاش في المنطقه عندنا. انت عارف ان الصعايده عندهم حاجه قديمه كده اسمها في قطاع اكبر بكتير. لا عايز نعمل مشكله اكبر يعني. دي حاجه معروفه جدا عند الصعايده اسمها التعديد. بمعنى بيقولوا زي بيوت شعر اللي هي المعدده كده، المعددتيه. بيوت زي بيوت شعر طبعا، بس هي مش شعر. رثاء في الميت. الله والله العظيم. بمعنى يعني مثلا ايه، لو عوزت مننا كورس طبله حد يرقص لا هم ده بيقولوها في اثناء الصويت وبتاع عويل كده، ويحصل ايه اختي وبتاع يعني مثلا لو عوزت حد حاجات زي كده تمام. يعني هم الصعايده مثلا عندهم الحته بتاعت مثلا يكون حد ميت مثلا ايه، هقول لك بهرتجلها، هم مش بيقولوا كده بجد. بس مثلا يقولوا ايه الحياه بعدك تحير ومات. والله مش عارف ايه ده مات صغير يا اختي. ايوه طب ما ده المعدده دي. المعدده ده اللي هي والمعدده دي بتقول حياتها على القافيه كانت. لا شفت فيلم عادل امام، كنت فاكرك تقول طيور الظلام. كنت فاكرك تقول اكس لارج. لا طيور الظلام. ست كوثر يا ست كوثر. لا اللي ركبوا معاه في الميكروباص. طيور الظلام اللي ركبوا معاه في الميكروباص وام عادل امام في الفيلم. ايوه لما قال له يابا امي فين؟ قال له في مش عارف مين ميت هنا وبتاع. راحت تعمل الواجب. انتوا مش انا قلت لك ياما تسيبك من الشغلانه دي ومش عارف ايه. ايوه يعني شغلانه الناس زي الدايه كده، بيجيبوا دايه اتولد فبيجيبوا حد يعدد فاهم. بس دي حاجه يعني ما انا عايزك تكتبي لي ليركس كاستمايزد يعني انت جاي تقولي اي حد من لا قلت في اي حاجه. انا عايزك تقولي لي حاجات كانت الحاجات يقول لي سكس كده. ايوه حاجات بتتقال على الراجل وعلى الست اي ميت قريب بعيد which is اريح زي محل الاخوه في حضن ماما كده حاجات اللي انت كده. بجيب لك الاستظراف يعني. ايوه مش هتكرر قبل ان يتكرر. السبوع اغاني السبوع يا كابتن. اغاني السبوع مناسبه مزعجه. سبوع مناسبه مزعجه جدا. انا عايز بس مناسبه انا عايز احط نفسي. انا حضرت حط نفسك في اللفه بقى. حط في لفه العميل. عايز احط نفسي في لفه العميل والله العظيم. العميل الطفل يعني. الطفل الصغير ده
بيعيني طبلة ودنه لسه بتتقفل في المصنع، لسه ما اتقفلتش، وبالهون وطق طق طق واسمع وتسلط بس بقى. تقريبا ده خلاص انتهى، تقريبا ده انتهى. بيحصل يا كابتن. لا دلوقتي بيعملوا بقى بيبي الحاجات شاور. اللي هي لا البيبي الحلوة. شاور بقى. بيبي شاور البيبي ده شاور ده كابتن. بقى كابتن. بيبي شاور ده كابتن. اما مش عارف انا ما حضرتوش. فين فتعمل بيبي شاور. يعني انت مش ما فيش تحميه وقول لنا يعني. وهنقول له نعيما وهنعمل كل حاجه. بيبي شاور يا كابتن ده طب هقول لك على حاجه بقى. انت عارف ان الهدايا اختلفت؟ ما انا هقول لك. انت عارف هدايا السبوع اختلفت. هو كان ايه الهدايا بتاعت السبوع؟ هدايا السبوع مبدئيا ورقتين ب20 جنيه، ورقه ب50، وبتخش يعني ايه بينزل لك موغات وبينزل لك غدا والدنيا تخرب معاك. فاهم؟ دلوقتي انا كنت بشتري ذهب حلو لمناسبه ما، فلقيت سبايك بتتباع، ولقيت معلقه شركه من شركات الذهب بتبيع معلقه ذهب. فهي دي المعلقه بقى. هو ده بقى بالظبط. هي دي المعلقه بقى صح. فقلت له ده عشان بس المعلقه دي قديمه. المعلقه الذهب قديمه. شفتها انا كنت اسمعها مثلا اللي هو ده مولود في بقه معلقه ذهب. ما لسه اقول لك ما دي كانت حاجه من الحاجات اللي بتتجاب زمان في الاسبوع، لان انا حضرت اسبوع اخواتي تقريبا طشاش. ماشي. 5 سنين اللي كنت فيه 5 سنين كنت انا 5 سنين واخويا كانش على الارض. كان على الارض. حضرت طشاش كده. حضرت طشاش كده كانت ملخص عن النت. كانت منغمشه كده. فاهم؟ فلا الحاجات دي كانت موجوده. كمل. طب ما اعرفش. بيبي شاور ده يا باشا اللي هو اول بص عايز اقول حاجه. بيبي شاور ده مش بيحمل البيبي بجد، يعني مش بيحمل البيبي بس هو ايه اول ظهور للبيبي الاسبوع الموازي للاسبوع او المودرن بتاع الاسبوع بالظبط. خلاص ايوه بالظبط. البيبي يتصور بالتيشيرت كده ويتصور بالتيشيرت ويعمل كده وتامر الصحفي وبتاع وجندر ريفيل وبتاع. بس ده قبليها بقى الجندر ريفيل ده وهي مدام حامل. بس انا الجندر ريفيل ده اصيع واحد شفته بتاع برج خليفه. لا ده بفلوس. ده يعني الحاجات اللي بفلوس مقدور عليها ان شاء الله ربنا. مش عارفين جنس برج خليفه عملوه بتاع. لا ايه بتاع برج خليفه ده؟ ناس عمل الجندر ريفيل ده. عاده بيعمل اللي هو بينك بتبقى بنت، بلو مش عارف ايه، بلالين وبتاع. في واحد عمله على برج خليفه. في واحد عمله لمراته على برج خليفه. فضلوا واقفين كده قدام البرج كله اعلن ان ذكر استاذ محمود عبد الجواد ان شاء الله جاي له ذكر. طب بص المزاوله انت عارف ان مش هو ده اصلا الجندر ريفيل. بيروحوا للدكتور يقولوا له ازيك يا عامله ايه. بيروحوا للدكتور يقولوا له احنا مش عايزين ما تقولش، يعني امشي بالسونار شوف مقاساتك وشوف الدنيا، شوف اعضائك وشوف كل حاجه وتبلغ وما تقولش. فيبعتوا له الشركه بتاعت الجندر ريفيل. ده رقم المسؤول عن برج خليفه، بلغوا ان احنا ان شاء الله جاي. فالدكتور يقوم عامل ايه؟ الدكتور يقوم عامل ايه؟ السلام عليكم ده كذا كذا. يقوم هم بدور البي ار يكلموا برج خليفه احنا عايزين نعلن نحط اللون الفلاني عشان هذا اللي لسه ما عرفناش. انا راي امي لسه ما عرفلوش رب ده. عايزين نعمل له بمئات الالاف الجنيهات وجندر ريفيل وبتاع. طب هو الدكتور لما لا انا بقول لك ممكن اقول لك كنت هقول حاجه برضه وانت قطعتني برضه المره ال 8000. هو اللي قطع هو مستر اللي بيتكلم. ايا كان جندر ريفيل عملوها ان 2 مصارعين، واحد لابس ازرق وواحد لابس بينك. حلو. وبيتصارعوا قدام الناس. ممتاز. فالناس بتشجع بقى. فرضا ان انت كسبت يعني. فرضا ايوه ما هو لما الازرق ما يخلفوه بقى يعني. لا عموله ما متظبطه يا ابني حبيبي ما هم عارفين الاثنين بقى. الاثنين اللي بيتخانقوا دول عارفين ان هو ولد، فالازرق كده هيكسب. فشويه البينك يبقى هيكسب خلاص فما يكسبش، فايه ده مش بنت. طب الولد هيكسب فما يكسبش، وهكذا هزار لحد اما الازرق مثلا يكسب مبروك ولد وبتاع وخلاص. يعني انت فيها شويه كرياتيف والله جميله بالونه. يعني المصارعه الحقيقيه اسمع بس المصارعه الحقيقيه سكريبتد، ومش عايز اللي احنا عاملينها بفلوسنا تبقى مش سكريبتد. ده انت بيجح يا اخي والله. لا اصل ممكن تعمل مشاكل عندنا دي لو اتطبقت عندنا بقى. ليه؟ يعني ممكن بقى الناس اللي نفسها في ولاد ومش عارف ايه وبتاع يبداوا اللي هو يلوموا اللي هو انت لو كنت ركزت شويه مش كان لو كنت ركزت كان زمان الولد كنت جبت لي الواد اللي نفسي فيه. زمان الواد يشيل اسمك ويعد 3 عدات ويعمل كل حاجه وبتاع، ويشيل اسمك ويشيل حساب الماني ان ذا بانك. ايه يا جدعان ده ايه ده انا تصدق انا دلوقتي والله العظيم ما اعرفش اي معلومه عن شيل اللبن ان ذا بانك بقى خلاص ما بقتش اللبن سرسوب ان ذا بانك. انتوا حد عمل فيكم حاجات من الحاجات المودرن دي منه؟ لا الحمد لله ما لحقتش. انا لا عندكم اطفال صغيرين. انا عملت عقيقه عاديه جدا. الدايبرز جه وانا بعد شو يعني ايه صاحب الدايبرز اللي هي الحفاضات. لا انا اسف. الحفاضات جت بعد ما انا اتولدت، يعني انا مولود قبل الحفاضات اصلا.
او مش عايز يقول اسمها، يعني هو عارف البديل بتاع انت مولود قبل بامبرز. فعشان ما نبقاش يعني انت كنت بكوافيل وبلانكو. كوافيل وبلانكو. كوافيل وبلانكو. مامتي اللي بتقول لي طب بلانكو بجد والله. بلانكو ابيض يعني. امي بتقول بس هي كانت موجوده، يعني الاختراع كان موجود بس انتوا قافشين في الكفوله. لا امي بتقول لي ان هو ما بقاش مين ستريم، يعني انا بترجم لك ما بقاش. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ بص يا بدر عشان تعرف احنا جايين منين. احنا جايين من الجماليه دلوقتي. احنا نلبس مشمعه، هنلبس حاجه مشمعه قطن تشرب معاك اكتر احسن من التاني. تضطرش كل شويه تقفلوه وتفتحه. حسيت ان هي اولد فاشن كده بقى الطف بكتير في موضوع البامبرز. وبعدين وانا بغير لك وانا برفع لك كده وبهشكك كده الحاجه تبقى داخله كلها جواك بالظبط. هنستمر على 3 سنين ان شاء الله. هيجي لما اتعرف بقى وجي في الصيدليات اللي عندنا وبتاع في الحلفاوي وكده، فنزلنا صيدليه الحلفاوي دي اشهر صيدليه اللي بينزلوا الحسين عارفين. الحلفاوي ده ايه ده يعني؟ ده في منطقه اسمها الحلفاوي سمي نفسه كده عشان الكوبي رايتس يعني. لا سمي نفسه عشان ما يبقاش الخلفاوي يعني شايل النوت عشان ما يبقاش لا في منطقه اسمها الحلفاوي برضه. ايوه الحلفاوي في منطقه اسمها مش عارف الحلفاوي. والله. بس ننزل عندكم بقى لبستوا على كبر يعني. فانا الحاجات المودرن دي كلها ما حصلتش معايا للاسف. انا مش فاكر ما حصلتش معاك كطفل. بس وكأب. طب لا كأب عملت كل دفعت فلوس في كل. بدر مصور بنته جوه تفاحه باين اخر حاجه عملها. مصور بنته وهي جده ولبسها دحله وبتاع حاجه في منتهى الفوتوشوب. انا دافع للفوتو ستيشن اكتر من الفوتو ستيشن بتاع فرحي على امها. يا نهار اسود والله العظيم. هو برضه فرق وحد مخصوص ده في ناس بتوع الفوتوغرافيا يا جماعه للبيبي اسمهم ايه للنيو بورن. التيشيرتات دي بيسموهم كده وبيقول لي ايه، بيقول لي يا فندم عندها كام يوم. فغصب عني لقيته بقول انت مالك يعني. قال لي لا ما هي من يوم ل 17 يوم نيو بورن. بعد كده امريكان 18 تبقى سينيور بقى. 18 يوم بتبقى سينيور بقى. تجينا هي الاستوديو بقى. قال لي ملامحها هتختلف. قلت له طب ايه الفرق؟ قال لي ملامحها هتختلف مش تبقى نيو بورن. تاني حاجه والله العظيم قلت له كده في سر طبعا. قال لي تاني حاجه عيله صغيره، تاني حاجه مش هتنام. يعني دي تمام. هو جبنا الذين كانت صاحيه اداها الببرونه وقعد يعمل لها كده البنت نامت. قاعدين نشندل فيها طول الفوتو سيشن ونقلعها ونلبسها وهي عشان تعمل لها هنا عشان قاعد يعمل لها كده. لازم هو اللي يعمل كده عشان تنام ولا اي حد اللي عمل لها كده هتنام؟ اكيد اي كلب لو عمل لها كده، بس هو بيعملها بتكنيك وبيمسك لها رقبتها كده وبيقعد يعمل لها كده. طب هو الراجل ده ينفع يجي ينيمني من غير ما يصورني؟ بص يعني انا عايز انام مش عايز اتصور وبتاع. يا رب يفهموا. وليد الاسبوع الجاي والله يا رب يفهموا. اوعى حد يشوف ده شرفي لي عبيط. مش قادر ما تجيبش وش يا باشمهندس. طيبين خلاص رمضان خلص فتمام. بعد ما خلصنا السيشن كله وليد كانش بداعي رحنا عملنا بقى ايه الديكور بقى. غيرنا الديكور ايه؟ ما هو كان جايب معاه 5 ديكورات. سنو وايت اشي على مش عارف ايه على بتاع. وانا قاعد كده اللي هو ايه طيب انجز ماتش الاهلي هيبدا كمان نص ساعه انا خلاص اخلص. وابقى عمال بس الصور جميله انا شفتها والله جميله جدا عجباني. وخلي بالك ما انا كنتش هسكت لو دفعت كل الفلوس دي طلعت وحشه في الاخر. وبعدين هو ما عملش اي حاجه يعني دي بنتي وهي شكلها كده. بس هو ايه بقى كان بيظبط لها البوزات بقى اللي هو بيحط ايديها كده مش عارف ايه حاجات يعني دفعت عشانها فلوس كتير قوي الصراحه. وهي نايمه وجبت السبايك وجبت كل حاجه وكانت موتراني برضه. بولا صامول كلهم ده كلاسيكي والله. بس فعملت كل الحاجات دي كأب طبعا. الحمد لله جامد والله جامد. ايه الحاجه بقى؟ انا امي كانت معترضه على موضوع ان مراتي تدفع فلوس في الولاده. مقاطعه بدر نور. امي كانت معترضه على ان مراتي تدفع فلوس في الولاده دي. يعني ايه؟ امي ما كانتش فاهمه اللي هو تدفع فلوس في الولاده. امال ايه المفروض يولدوكوا يبقوا عاملين كده زي ما يزقوا العربيه كده خلاص. مش معترضه بس هي كانت اللي هو ايه انا رحت مستشفى الحسين بيك انت واخوك نزلت والله وانا طالع على السرير لقيتك خدت الاثنين ب10 لقيتك في الارض. والله اخوك ده تعبني شويه لغايه ما رحنا الجلاء. لكن انت في الحسين هنا جنبنا. يا دوب برفع رجلي كده الدكتور قال لي قدامي 3-4 ساعات برفع رجلي على السرير كده انت نزلت مني في الارض.
تفاصيل. والله كنت واقف لابس يعني كنت جاهز استني بس الباب يفتح هتخرج على مستني طول حد يجيب لي الريفيل بس عشان انزل بس استنى الريفيل زي كنت هتقول لك كنت اقول هل في حاجه في المناسبات بتاعت دلوقتي او في العيد او في اي حاجه تتمنوا لو كنت انتوا صغيرين تحصل معاكم؟ شوف بقى السؤال اللفه بقى يا كابتن، شوف بقى دلوقتي؟ السؤال المنطقي تحصل معانا يعني واحنا اطفال. يعني من كل التي ذكرناها دي هل في حاجه منهم كان نفسي تحصل مثلا او ده دلع قوي يا ريت كان بيحصل معايا؟ اصل انا مش هحس باي حاجه منهم غير بعدين. يعني انا مش عمرك ما هتحس بالاسبوع، عمرك ما هتقول يا ده انا في اسبوعي. طب لا طب بعد عشان يكون احنا لا يعني دلوقتي مثلا اطفال يعني لو كنت شفت صوري وانا صغير هتبسط، بس انا بشوف صوري وانا صغير دلوقتي في حتت معينه، بشوف مثلا صورتي وانا في بيتنا القديم او عند جدتي وانا صغير دي بالنسبه لي الله جميله فاهم، وصوره طبيعيه انا فعلا ده خالي باللباس اهو، وانا دي جدتي قاعده عشان كده فاهم، احنا قاعدين في العيله اهو، دي صوره حقيقيه طبيعيه، صوره حقيقيه في لحظه اتاخدت حقيقيه 100% واتصورت انا شفتها. فده بالنسبه لي احسن ما اشوف نفسي في فوتو سيشن متظبطه ومتروقه شكلي حلو بالظبط، بس انا احس بالتانيه اكتر. الطفل لازم البيرسونال كيدزانيا يا كابتن بالظبط كيدزانيا. كان نفسك تبقى في كيدزانيا بقى، نفسك تروح؟ انا بعد ما وديت بنتي كيدزانيا او لاول مره اوديها يعني انا بقول اهو قدام الناس، قدام ملايين الناس، جماعه انا لو كنت رحت والله. انا لو كنت رحت كيدزانيا وانا صغير كان زماني بقيت شخص افضل دلوقتي. ليه يعني ايه يا كابتن اعيش حياه زي بتاعت الكبار دلوقتي يا كابتن؟ عندي مدينه بتاعتي، عندي مدينه بتاعتي يا كابتن، عارف ابيع واشتري وبتاع. انا مره ابويا اداني علقه علشان خدت الفلوس من محفظته ولعبت بيها انا واخويا على اساس ان احنا فاتحين محل في الشقه عملت ستارت اب صغيره في الشقه كده بفلوس بابا برضه، بفلوس سبحان الله يا اخي سبحانه من قديم الاصل ما فيهاش والله العظيم يا كابتن. وكان ما ضربناش بس اتقدرنا بقى ايه. ابويا عمل زيك انت، خد صوب جمال رمزي بقى، انت عارف الفلوس دي بتيجي ازاي. اي وبقى انا لسه قايل الكلمتين دول النهارده في البيت بجد. لمين؟ لمراتي ماشي خلاص لمراتي وابني الاثنين اصل انت تقول له انت عارف الفلوس بتيجي ازاي؟ لا لو حد وريته بقى هيفهم والله بجد. على فكره يا جيمي بيجي علينا ساعات احنا اولادنا صغيرين، بس بيجي عليا ساعات بكلمها وبعدين بقفش نفسي اللي هو انت بتقول ايه. يعني انا هقول لك على حاجه، انا كنت نايم من كام يوم بتفرج على التلفزيون كده، جيت من الشغل تعبان جدا فنمت في الليفنج على الكنبه، وليلى بتلعب وليلى بتلعب في الاوضه في اوضه اللعب بتاعتها قدامي، فعايزه تصحيني عشان اعمل لها حاجه وانا لسه بروح في النوم، فمن فتح الباب خايفه تصحيني، قامت رازعه الباب. قال يعني مش هي اللي صحيح، لقيتني لسه نايم قامت رازعاه 3-4 مرات يا بنت الكلب. برفع عيني لا اعتذاري لا ما بنت الكلب اللي هو انا عادي. ما هو قدامي اصل انت صاحبي عادي انت بتمشي في ظهرها مش بتاع حد يشتمها تمام. فقلت بقى ايه جايه بصيت لقيتها بايه بتحرجم كده، طلعت عادي. ولا مؤاخذه حاجه انا صحتك والله، ده انا كنت شغاله جوه ولا عارف حاجه وبتاع حاجه عليا والله، ده اللعبه مزرجنه يعني، بس خلاص والله اقفل المحل انا وبتاع. سايب عليا نفسي، انا جيت من الشغل تعبان، سايب عليا نفسي لان ليلى اصلا لما بتبقى نايمه انا بعلن حاله الطوارئ. لا مع ان ليلى الكبيره مش الصغيره بتنام بسلاح والله العظيم، بعلن حاله الطوارئ، ما حدش يصحيها عشان لو صحت ما تقريفش وما تتضايقش وانا صغير ما بحبش حد يصحيني فبعمل كده. لقيت نفسي ماسكها بقول لها ايه بقول لها ليه كده يا ليلى ليه كده؟ ده انت لما بتبقي نايمه ما بحبش حد يجي جنبك ولا انت بخش انت دلوقتي خش انت دلوقتي مش هتسويها في السن ده يعني. لا خلي بالك هم زي ما انا بقدم بحاجات زي انا مش منتظر منك يا ليلى ان انت ان ريتيرن انه مش عارف ايه وبتاع unconditional love يا ليلى مثلا unconditional love. قعدت اللي خلاني بقى تراجعت ان هي حست فعلا بالذنب، يعني حست بالكلمه love وقت الباقي وعيطت وحسبي الله يرضيك عشان لسه داخل لامك واختك الثانيه ولسه عندها unconditional كتير جوه فاهم. عيطت بقى وزعلت قوي. لا هم اذكياء فشخ، وانا بكتشف ده كل شويه، كل ما ياسين بيكبر كل ما بفتكر فيه حته، بكتشف حته كده بتبان، هو ما فيش حاجه غير ان هي بتبان في حدث. هو مثلا عايز يشرب بيبسي واحنا مانعين، ده ما فيش، مش هتشرب ده بتاع شت لسه صغير وبتاع. فممكن كل فتره كده على استحياء ياخد بقي وحشه فايه، اقول له تعالى روق عليك فاهم، زي ما تشرب دوبامين فاهم، زي ما تشرب صاحبك سيجارتين كده فاهم. فلما يفتح الثلاجه اصلا، كونه يفتح الثلاجه ويبص فيها ده موضوع تاني، لان هو وصل للمرحله دي
ده حوار. فهو اول فتره بقى كان بيفتح الثلاجه ويخش يقف يبص لها كده، ايه الساعه دي بقى؟ ايه البرد ده جاي منين يعني؟ فاهم الدولاب الساقع المنور ده. بالظبط. فياخد يلاقي البيبسي يروح واخدها، بابا مش هتشرب بيبسي؟ ببكاسه كده. لا مش هشرب. لا مش هشرب، وترميليش وشك كده فاهم. طيب ماما مش هتشربي بيبسي؟ لا يا ياسين مش هنشرب. فيفضل ما كده فاهم. انا عايز اشرب، طيب انا عايز استغل حد يفتحها عشان اخد منه فاهم. هيقول لك اتفتحت والله صح. فاهم. فاقوم مفتح، فماشي يا ياسين حاضر تعالى هشرب بيبسي، وففتحها بق صغير. شو عايز توت؟ هخش نوت والله عايز توت فاهم. هم اذكياء فشخ ان هم ايه، يعرف ياخد الحاجه اللي هو عايزها طبعا من الحته اللي انت ما بتقولش منها لا. فهو عارف ان هو دلوقتي انا لو ابتزاز على قلبك زي العسل يا كابتن. للاسف يا كابتن على قلبك زي العسل. اتعلم حركه كده من حد، حاجه بيتفرج عليها ليها علاقه بالاطفال، بيقولوا بليز بطريقه معينه مستحيل ترفضها. طبعا مع دي الله اكبر. ازاي دي؟ انهي واحده بقى، دي ولا دي؟ لا دي. لا ياسين بيديني دي. بابا ممكن بليز انت بقى ودي انسب كاري يستعدلها له. حاسس دي كيوت، المفروض يبدلوا يعني. يا ليلى ليه تعمل كده وياسين يعمل كده المفروض. فتعالى نقعدهم مع بعض يبدلوها. بس ليلى كبرت دلوقتي لدرجه بتدي بالرجل بقى. هات 200 جنيه عشان نازله. 200 جنيه عشان مصاريف دماغي وبتاع. ليلى دلوقتي بتعملها لمده 3-4 ثواني، ما كلتش يوه وتقوم داخله على اوضتها. بس خلاص هتعمل ايه تاني؟ خلصت كل الحنيه. انا خايف من حركه يودي بقى. ليه دي بتعملها بلذاذه؟ لا متهيألك. ايوه دي اصل دي معناها ان بتزعق لي يعني، بتزعق لك. خلاص قلنا فتضربها ولا ايه؟ انت لا فاكر حد معاك في الشغل؟ ايوه ما هو بالظبط، ما هو عشان مش هعرف اضربه فانا هعمل ايه في يودي؟ لا هتلاقي والله انت لما يكبر ياسين ويقولها لك ان شاء الله مش هتحس انها انا مش عايز يقولها لي، انا عايز يتعلم ان ده يودي ده مش حاجه حلوه تقولها لبابا. فاهم حاجه يا عم مصطفى عمر قالها، ايه المشكله؟ او لا كورس اللي قالها مش هو. يو او خلاص والله لان انا لما تقول لي يو لا ما خلاص قلنا ونقلبها هزار. ايوه صح. وانا كطفل فكره انه يطلع من البوستر دي ايه ده؟ خلي بالك مصطفى قمر ما عملش حاجه عاديه. طلع من البوستر وعمل كليب وعمل كليبات وكل كليب له هناك زي التحنيط. منايا دي زي التحنيط، لسه لم يكتشف سرها بعد. لا ما اكتشف بس محد بس فكره ان يغنيها بالشقلوب ده. جيمي ايه جيمي؟ ايوه جامد فشخ عمل ايه هو سجلها وبعدين ده كونتنت معاه صاحبي ماشي بيه يطلع في اي برنامج. عملت منايا ازاي؟ والله غنيتها بالمشاهد. غنيتها ازاي؟ غنيتها كده انت عارف ايه اللي حصل؟ هو 9 سنين عملت منايا ازاي؟ عملتها بالمشاهد ازاي؟ غناها عادي. هو غناها عادي ومهندس الصوت عملها له ريفيرز. هو في الكليب عشان تبان عاديه. ايوه غناها هو مش قلبها. انا فاهم. انا بقول لك البروسيس من الاول هو غناها عاديه. انت بوست برودكشن يعني. ومهندس الصوت عملها له ريفيرز وحفظها ريفيرز. هو حفظها بالمقلوب بالظبط. دي صعبه فشخ يا جماعه. صعبه فشخ. قول حروف اسمك انت اللي انت حافظه بالمقلوب كده. مش عارف اسمك كريم ايه؟ عبد الرحمن نون ميم ح نون ميم حق اساسا الكلمات المعكوس. مش عارف صعبه قوي. فاهم؟ شوت اوت لعمر خالد ومروان سري بالمناسبه عشان احنا قاعدين اهو بالظبط حبايبي. كل ما نيجي حد كل ما نفتكر حد. طب تعالى نروح في حته بقى بما اننا لسه مخلصين رمضان. اتفرجت على ايه؟ احنا لسه ما خلصناش رمضان. النهارده اخر يوم كابتن. وانت غبي ولا ايه؟ النهارده اخر يوم رمضان يا كابتن. ماشي يا كابتن ماشي خلصنا. ماشي خلصنا رمضان. مش هنصوم تاني قصدك؟ لا مش هنصوم تاني. والمسلسلات خلصت. تابعت ايه في المسلسلات؟ ما تغلطش عشان كنت هقول جعفر العمدة. ما بحبش حد يغلط في جعفر العمدة. ماشي. تابعت جعفر العمدة طبعا. تابعت الصفارة اكيد طبعا. الكبير حلقات معينة. ايوه حلقات البصل. لا حلقات البصل المقرمشة. في 3 حلقات كانوا عند الحاج هنا. حلقتين حلقتين عشان العدد برضه. وبرضه محمد اشرف ومصطفى عباس اصحابنا وطه دسوقي في الصفاره. ده بلاد بقى. ده انا بعد السحور كنت بجيب المسلسل افرده على توست كده واكله. ده ادي بيه اسمي وبتاع. كان بالنسبه لي يعني من كتر ما انا فرحان بطه بجيب طه بالليل قبل ما انام كده. لا تعالى هزر مع طه يعني. تعالى قول لي هزر فاهم وفرحني بيك كده وانا تصبح على خير يا صاحبي. الواد طه كل الناس بتحبه لدرجه ان ليلى بنتي ما شاء الله ماشيه دلوقتي. ما شاء الله ماشيه اللي هو ايه ده صاحب بابي. انتوا فاهمين القصه عامله ازاي؟ جدا يعني يا ده حلو. طب هو شفت ايه اكتر حاجه بتضحكك في صاحب بابا؟ بص انا فاهمك بس عشان صاحب ابويا. جدع انتوا مع ابويا اكتر حاجه. جدع مع ابويا. سلفني في جمعيه رمضان مره واثنين. والنبي الواد مضحكات. ازاي جبنا سيره صحيح استنى عشان يعني ندي بس الحته دي.
حقها انا مبسوط جدا جدا بجد والله العظيم. دي حاجه يعني بتاعت ربنا. انت تفتح كومنتس في اي حاجه تلاقي الناس تقول لك احنا فرحانين طه كانه اخونا وكانه قريبنا. ايوه ده حقيقي. دي حاجه لا تكتسب مهما حاولت تقف بالزبط. قدام الكاميرا ازاي وتعمل ايه وتظبط حركه ايدك عشان هم بتوع البحاره اللي في الشرق الاوسط بيعملوا كده ومش عارف ايه، مش هتعرف تعمل كده. ونزلت السيده زينب يا كابتن ونزلت واتشكلت مع واحده. سمعت النهارده حد في لقاء قالت اتشكلت، قالت انا نزلت السيده زينب واتشكلت مع واحده وقلت هي دي الكاركتر بقى اللي انا هعملها وبتاع. تخيلت بدل ما تشكل مع واحده تشوفك وهي انت تقول هي دي الكاركتر اصلا. يعني اتخانقت مع راجل ايه والله العظيم لازم يتخانق معايا عشان يلم محتوى يعني فاهم قصدي. وشفت شويه من رشيد. شفتوه بقى نفسي اشوفه محمد ممدوحي بس هشوفه بس بعد على الروقان. محمد ممدوحي بس ولا تمام. الهرشه السبعه شفت اول 3 أو 4 حلقات تقريبا وبعدين قلت لا ايه نكد بقى. زعيق على الفاضي. قلت لا قلت لا وانا كبرت ان حد يزعل. وما كانش عندي اسباب واضحه منطقيه. في حلقه ما كده قلت لا انا هبطل. مش السجاير كده انا مش ايوه مش عشان هو وحش، عشان انا مش عشان هو لا هو فشيخ. من الكومنتات اللي شفتها ومن الناس اللي قالته الناس مبسوطه فشخ. وده انت مش عايز حاجه تانية اكتر من كده. بس انا مش هستحمل هذا الكم. انا مش هقدر. ايوه فانا كان تمام معايا قوي الولد طه دسوقي الفنان. ما ينفعش نقول الولد بقى خلاص بقى. فنان طه دسوقي بالليل كده ايه صفاره هو احمد امين وحاتم صلاح. لا ده حصلت طب نعرف عمل ايه طيب. هموت واوقع الترابيزه بالداجه. عبقري ضحك والله صالح. حاتم صلاح. شكرا يا جماعه على سيزون رمضاني مضحك بصراحه لكل الناس اللي ضحكتنا. اللي ضحكتنا بجد مش عملوا فيها بيضحكونا او اللي مش بقى اللي ما بذلوش مجهود عشان يضحكونا. يعني احمد امين، حاتم صلاح، طه دسوقي، عبد الرحمن جويش اصلا اللي كاتب البتاع. عبد الرحمن جويش بدون تعب يا اخي قسما بالله بيكتب كوميديا بدون تعب. الضحك منه جويش بقى اللي يستاهل واحده منه بجد. هو جويش فعلا يستاهل واحده بالضحك منه كده. تكريم والله العظيم. لا قصه دي لا قصه لو انت ما بتسمع يعني ده مجرد يعني ده يعني اللي بيسموه في كتب علم النفس والاجتماع الشيمليس بروموشن بقى اللي هو ايه شيمليس بروموشن. اللي هو الاعلان بدون حياه. في حاجه اسمها كده الاعلان بدون حياه. ده الشيمليس بروموشن. تمام. ايه هو بقى شيمليس لو انت شيمليس بيكلي طبعا تحس ان شيمليس بروموشن كده لو عايز تشيل شيمليس بروموشن كده خد راحتك كده. لا ده عشان نقول بقى لو انت مش على جروب اشتري مني على الفيسبوك. هذا الجروب ارجوك بقاله سنة دلوقتي. سنتين الجروب سنة والبودكاست بقاله سنتين. الجروب سنة والبودكاست بقاله سنتين. الحلقة دي وهي نازلة كده في أول يوم العيد يبقى بودكاست اشتري مني النهارده تم سنتين بالظبط بالدقيقة. طب ما نسمع فيها سقفة دي بنسمع فيها سقفة صح يعني مش خسارة يعني. لما سقف اللي هو عشان ما اجرحش المايك كده. شكرا. تسقيف كل سنة واحنا طيبين بمناسبة العيد. كل سنة واحنا طيبين بمناسبة اشتري مني ان هو بقاله سنتين. كل سنة طيبين ان احنا بقالنا دلوقتي دي اول حلقة بنسجلها مع ذا بودكاست برودكشنز. مبسوطين بيها جدا. ده حقيقي. شكرا يا جماعه والله يعني الناس ادتنا هذه الفرصه يعني احنا انتوا لو تعلموا بالظبط لو يوم شفتوا تسالوه طبعا قبل اي حاجه لكن انتوا لو تعلموا كم المعاناه التي عانيناها كابتن عشان خاطر نطلع على اليوتيوب. حصل. لان هذا البودكاست ده في الدوكيومنتري بقى بتاع نتفليكس دوكيومنتري منه بقى. نتفليكس ان شاء الله بيجي يعملوا معانا دوكيومنتري عن رحلتنا في البودكاست على مستوى العالم. هذا على مستوى العالم. انت لسه شفت حاجه؟ لا ما اعرفش الموضوع هيكبر لا ده احنا هنروح وهنودي بقى خلاص. اصلا طموحي ملوش حدود. فكنت بقول قبل ما يعني قبل الشادر ده بتاع الاحتفالات والانوار اللي حطيناها دي كلها ان الجروب بتاعنا على فيسبوك فيه الى الان 9000 8000 وشويه. هو كوميونتي. اسمحوا لي اقول لكم كوميونتي في وسط الكلام يعني انا اسف يعني عيله اسفين يعني عيله وهتخش ومش هتاخد اكتر من 3 دقايق سكرول عشان تبقى واحد من العيله. بالظبط ده حقيقي. كنا الشاب بتهزر بقى فاهم وثواني. عايز تسرع خش اسمع كام حلقه من الحلقات القديمه الاوديو. بالمناسبه غير ملزم يعني انت مش بتتابع يو يعني انت عادي ممكن بالظبط. الحلقات مالهاش علاقه ببعض فانت ممكن تسمع حلقه وتشوف في ايه مش شرط تسمع حاجه معينه يعني هتنبسط بجد. هتتبسطوا اسمعوا الحلقات. ده انت عارف يو ده شفت بقى وانا صغير انه يعني اكتشفت لما كبرت ان يو ده كان لازم تتابعه بقى بتسلسل يعني فاش خش تشوف اي حلقه كده. انا الحاجات اللي محتاجه دراسات في كامبريدج دي ما ببص. لا بس هو كان فشيخ ده كان كرتون اسطوري
اي حاجه محتاج ارجع ورا 9 سنين، مش محتاج ترجع 9 سنين، بس انت كطفل اي حاجه يا كابتن هتتحكم فيها تخليني امشي على صاحبي. اي حاجه خلي لنا الدنيا في بساطه فيلم الليمبي كده ماشي، بس انت سهله. انت كطفل بدايه وسط نهايه، الكاركتر عنده مشكله حلناها ولا كان في دول كمان وضحكنا واتسمعنا. انت كطفل لو انت ما خدتش متعه يعني انت تلم اكسوديا اللي هي ما عملتش، ما لميتش اكسوديا يعني كومباوند في زايد ده اكيد مثلا لا اكسوديا ديفلوبمنتس وبتاع. نتكلم في القصه دي المره الجايه، والله المره الجايه نتكلم في ممكن نتكلم في القصه دي المره الجايه عشان ما نبقاش برضه طولنا على الناس. وبس هذا هو البودكاست اشتري مني، ودي قعدتنا عادي حصل يعني احنا الموضوع كله ده هيبقى فيديو هتشوفوه على يوتيوب، واوديو تاني هتقدروا تسمعوه تاني يوم بقى، الحلقه تنزل بكره اوديو. فشكرا ليكم، لو انتوا تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لبودكاست برودكشنز، شكرا لكل القائمين على هذا العمل. ونحط لكم بقى اللينكات بتاعتنا فين بقى يا كابتن. احنا دلوقتي بقى عندنا ديسكريبشن، صندوق وصف دلوقتي بقى عندنا بقى حته نحط فيها. عايزين تحط بقى حط فيه، عايزين تحطوا فلوس، عايزين تحطوا فيه يعني تبرعوا قدر الامكان بايا كان، نحط فيه لينكات كتير قوي، دوسوا عليها كلها. وبس شكرا ليكم، احنا بنتبسط لما بنقعد مع بعض، فاتمنى ان انتوا كمان تكونوا بتتبسطوا وانتوا قاعدين معانا. لو بتسمعونا في الشغل فان شاء الله يبقى يوم لطيف. لو بتسمعونا وانتوا في الطريق رايحين اي مكان، رايحين اي حته او راجعين تركنوا، الحمد لله على السلامه. لو زعلانين عادي، صباح الفل، بيجي علينا كده اوقات بنبقى زعلانين ومتضايقين، بس قشطه يعني كل حاجه بتعدي، فخدها من الناحيه دي هتلاقيها اتهونت. ولو فرحان يا بختك، واعمل شير ولايك وسبسكرايب، واستنونا الحلقه الجايه. تصبحوا على خير. اشتري مني لو فيك مني، لو تسمع تعرف، بس لمة نادي زيك بالملي بالظبط، فاهم؟ هنونس بعضينا ونحكي وهي ضحكة تسمع وبتعلي، ما انا شبهك اصلي وتشبهني. يلا بينا في السكة معاك بتسمعنا، تحس انك ما بينا حلقات ورغيك معنا، ما انت خلاص واحد منا. 3 شلة واصحاب، ضحكة لما بصوت، قاعدة بس ناقصاك، قاعدة بس ناقصاك، والله ناقصاك.